السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة شهوات زكية. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فطور صحي سهل سريع من المحاشة ديال المقلاة، يعني اللي كتوجد تقريبا واحد 10 دقائق كتكون واجده. غادي نعملوا فيها شوفان وحبوب شيا. نخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة. ندوزو للطريقة. بالنسبة للطريقة غادي نحتاجوا عندي هنايا واحد البيضة، من الأحسن يعني تكون بحرارة الغرفة، ملعقة ديال السكر سنيدة، ملعقة كبيرة، وغادي نحتاجوا عندي هنايا واحد فاني وقبيصه ديال المليحه. ممكن نستبدلوا فاني بالمزهر اللي كيفضل، يعني المذاق المزهر حسب المزهر كتجي مزيونه بزاف. صافي غادي نحرك هاد المقادير مع بعضياتها، ومن بعد غادي نضيف نصف كاس ديال الزيت. هذا الكاس هذا يعني كيعبر حتى قد القياس ديال كاس العنبه، غادي نعملوا النصف ديالو ديال الزيت، ومن بعد غادي نعمل كاس كامل ديال الحليب البارد. ونفس الكاس اللي عبرنا به الزيت عبرنا به الحليب غادي نعبر به 2 كيسان ديال السميده الرقيقه الخاصه بالحرشه. غادي نحركها مزيان، ومن بعد غادي نضيف واحد الشاصيه ديال الخميره الكيماويه من فئه 8 غرام، كنخليوها حتى الاخر. دابا غادي نضيف واحد الحفينه ديال الشوفان، يعني قياس ديال الحفينه، وغادي نحركو كذلك مع هاد المقادير هذه. وبالنسبه للحبوب الشيه غادي نخليوها حتى نخويو هاد الخليط في المقلاة. اذا بغيناها غادي ناخذ المقيله ديالي وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت، يعني الاحتياط من الاحسن تكون المقلاة ما كتلصقش. غادي ندهنوها بشويه الزيت، ومن بعد غادي نفرغ فيها ديك الخليط. غادي ناخذ حبوب الشيه وغادي ندردر لواحد الكميه في الوجه ديالها. كما قلت لكم ممكن تستبدلوا هاد حبوب الشيه الا متوفرش، ممكن تستبدلوها بحبوب الكتان. حتى حبوب الكتان كيجيو في الحرشه مزيونين. بالنسبه للطياب يعني ما كتعطلش، يعني نوقف وحدها كطيب بسرعه، نحسوا بها بدات كتحمر من الجوانب. غادي نقلبوها، ودابا غادي نقلبها، وها نتوما كما كتلاحظوا ها هي الحريشه ديالنا واجده. بالنسبه للنار كنعملوا النار مهيله باش كطيب يعني على خطره وكتنفخنا شويش. وهذا هو الطبق النهائي ديالنا. غادي نقطع معكم باش تشوفوا القوام ديالها كيف كيجي هشيشه ورطيبه، والمذاق ديالها صدقوني كيجي المذاق ديالها رائع. غير اللي كيفضل الفاني من لافاني، واللي كيفضل المزهر حسب المزهر كتجي غزاله. ها نتوما ها هي القطعه ديال الحرشه ديالنا. بالنسبه للوليدات كيحمقوا عليها لان كتجي رطيبه، وبالصحه والراحه. كنتمنى الوصفه اليوم تنال الاستحسان ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب، ما تنسونيش باللايكات والتعليقات ديالكم. واللي باقي جديد معنا اكتشف القناه يشارك معنا ويفعل الجرس باش توصل كل جديد. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، ومع وصفه جديده. في امان الله.